بسم الله الرحمن الرحيم. في موضوع هنتكلم فيه في خصوص المهندسين والمهندسات اللي بيتعلموا على الورقة والقلم. في مهندسة طلعت تتكلم تقول ما ينفعش الصنايعي يتكلم في أي حاجة أو يدخل نفسه في أي حاجة. ليه يا ست الكل؟ لأن بالعربي كده إن الصنايعي بياخد امر من المهندس اللي هو ينفذ الحاجه دي. طيب المهندس نفسه قال للصنايعي نفذ لي الحاجه دي، هو المهندس هيعرف الصنايعي ده هينفذها ازاي؟ مثلا في الياسه، في البنيان، في الجبس، في حاجات كتير. طريقه المهندس في الشغل مقاسات وابعاد بس. بديك مقاسات للغرفه، بقول لك مقاسات الغرفه دي طول في العرض ومقاساتها قام في قام، ده هيبقى قام وده هيبقى قام، الباب من هنا مش عارف، دي في البنيان. طيب في الانجره والاحدادي السقف ارتفاعه من السقف الثاني قام، عرض السقف يبقى قام، الحديد بيفصل لك بقى الحديد قام في المتر، مش عارف ايه، هبوط الحمام هنا هيبقى قدين بس. ويجي يشوف يستلم شغله كاحدادي اللي هو محطوط في المخطط، وكان جاره ميزان، كان جاره يشوف السقف ميزان ولا لا، يستلم شغله صح بس. لكن بقى تعرف شد السقف ازاي، التقويه بتاعت السقف ازاي، لا ما تعرفش، مالكش فيه. انت بس بتطلع لو انا ماليش داخل، انا بستلم منك حديد وميزان سقف، ساعه الصب خلاص ماليش داخل بس. صب يا عم الصنايع على كده، خلاص صب. طيب ترجع تقول لك ما ينفعش الكهربائي يتدخل في مثلا في البلاط، في الجبس، مش عارف ايه، في كذا، في حاجات كتير. لا انت في اوقات المهندس يقول لك مشي لي خطوط الكهرباء كلها في الارض، يجي اللي مبلط يقول خطوط الكهرباء اللي في الارض دي غلط. ليه؟ لان هو عارف شغله، هو عارف انا بعد كده بعمل البلاط دون، لو حصل عطل حصل حاجه انا مش هكسر. طيب حصل مثلا دخل ميه في الخطوط عمل ماس كهرباء، مش ذنبي. فهو بيقول وجهه نظره، وجهه نظر تحترم، ماشي، وجهه نظره تحترم ما فيهاش اي مشكله. طيب الريش الكهربائي مثلا يقول لك جباس والله سيب لي فتحه في الزاويه دي عشان ادخل منها الايه، السلوك بتاعتي. خلاص هو عارف ان انا هدخل من هنا من عند الابواط مثلا، مش اجي مثلا الجباس يروح عامل له الشغل ويروح فاتح له فتحه مثلا في اخر الغرفه والابواط جنب الباب. ما ينفعش، هو لازم كل واحد له شغلانته، ما عندناش مشكله. بس مع الممارسه، لان الراجل ده محتك، الصنايعي دي محتك بكذا شغلانه في البيت، في كذا شغلانه في فيلا مثلا، في كذا شغلانه في عماره، في كذا شغلانه في شركه، محتك بالبلاط ومحتك بده. مع الممارسه بيفهم جميع الشغلانات، عارفها فهمها. لكن انا اقول له هو فاهم البلاط، فاهم ميزان البلاط، الميول البلاط بيجي منين لفين، فاهم الوزره هتتركب فين، فاهم كده. لكن تعالى نفذها مش هيعرف ينفذ على ارض الواقع، مش عارف ينفذ. لكن هو فاهم لكن مش عارف ينفذ. نفس المهندس، انا فاهم مقاسات، فاهم تعليم ورق، فاهم دراسه، فاهم الغرفه دي قام في قام، فاهم شد الخطاج، فاهم الطول في العرض، فاهم عدد السياخ اللي بتنحط في المتر في الحديد، فاهم دي كله ماشي، فاهم مقادير الخرسانه، فاهم كل حاجه في الصنعه. لكن نفذ يا عم المهندس، نفذ. لا انا عاوز صنايعي ينفذ. مش هو ده اللي بيحصل؟ يعني الصنايعي لا غنى عنه، مش تقعد تقول ما يدخلش، لا يدخل في حدود شغله، في حدود يعني تدخله في الشغل نفسه يتدخل، لانه هو اللي ايده في الشغل على طول، هو اللي ايده شقيان، هو اللي ايده تعبان. احنا كصناعيه تعبانين في الشغل، فمن حقنا احنا نتدخل. ايوه انا اتدخل في حدود شغلي،
انا لو شايف ان مثلا الجدار دون معدل ويجي المهندس يقول لي ربع لي الغرفه، هربعها، بس انا اللي باخد المقاسات بعد ما اربع الغرفه في المحاره مثلا، انا اللي باخد المقاسات. طيب لو جدار هيديني 5 سم وجدار تاني هيديني مثلا 2 سم، لا ما اقسم بدل ما هاخد 5 سم ليه من جدار واحد؟ اقسم الاثنين على بعض، اخلي الاثنين زي بعض، اخلي تخانه اعبي 5 سم في جدار واخلي جدار تاني 2 سم. هي دي الفرق. يجي المهندس بيستلم مقاسات، المهندس ما عليه ان هو يستلم مقاسات فقط لا غير. حتى في شغل النجاره، في شغل في تاسيس عماره من الارض، يجي المهندس يستلم الخنزيره، بيستلم مقاسات، بيستلم مقاسات بس، يستلم المقاسات وضرب العمدان مش عارف ايه، هو بيستلم، غير كده مفيش. هو مخطط بيديه للصنايعي، والصنايعي هو اللي بينفذ. يعني اللي هلكان وشجيان وطرش الدم وطالع عينه هو الصنايعي. والمهندس يجي ياخد اللقطه اخر النهار كذا، يلا خلاص مظبوط، صب اقرا الله وروح واخد بعضه وماشي. احنا مش بنقول حاجه، لا، انت بتقول انت راجل اتعلمت وصرفت، لكن ما تجيش على الصنايعي. الصنايعي اللي طرش الدم ما تجيش عليه، الصنايعي الهلكان ما تجيش تقول مالكش تتدخل. ما ساعات صناعيه كتير بتشتغل من غير صناعيه. ساعات يجي زبون يقول انا عاوز الشقه ده انا اعملها، يفخمها اكتر من المهندس اللي بيستلم شغل، يفخمها. ساعات شغل كتير كتير قوي بينفك ويتكسر ويتعدل بسبب اخطاء هندسيه، ما فيهاش اي مشكله. مش بنقدر نقول حاجه ولا نقول كلام في حاجه، لا، الخطا عند المهندس مغفور، الخطا عند الصناعي نو مش مغفور. ليه؟ لانك صنايعي ما تتدخلش في حاجه، انت راجل شغال بايدك ما تتدخلش. انا راجل مهندس البس الحته الزفره والورقه والقلم معاه، ماليش دخل. مش دي اللي انت عاوز تقوليه؟ دي اللي انت عاوز توجهيه للناس؟ الصناعي بس يشتغل وخلاص واسكت، مالكش دخل باي حاجه، اقول لك عليه اعمله وخلاص واسكت؟ لا، هي مش شغل عبادي، هي مش عبادي. انا لو اشتغلت انا عندي سداد اشتغل من غير اي من غير اي مهندس، انا راجل صنايعي. لكن انت من غير الصناعيه مش او اي مهندس من غير الصنايعي نفسه مش هيشتغل، مش هيلاقي اللي يشتغل. انا راجل مع مهندس عاوز انفذ عماره، عاوز انفذ بتاع، ما يلقاش الصنايعي هدانها واقفه زي ما هي مش هتطلع. انا راجل مهندس في تشطيبات، عاوز اشطب شقه مثلا، عاوز اشطب عماره، ما لقيتش صناعيه مش هتشطب. خلاص بقى انت مش راجل مهندس ومتعلم، خلاص اقلع الهدوم البس هدوم الشقه واشتغل ودوق يلا. فرجني، مش هتعرف، مش هتفهم. انت فاهم ورق، فاهم تأسيس ورق، فاهم كتب، فاهم كراريس، فاهم اقلام، لكن فاهم اشتغل ازاي؟ لا. كطريقة الشغل ازاي؟ لا. لكن انت فاهم، خد المخطط اشتغل عليه، خد المقادير اشتغل عليها، غير كده مالكش فيه. صح ولا انا غلطان؟ محدش يزعل مني، الحق زي ما انتوا بتتكلموا واحنا بنتكلم، لا، احنا كصناعيه بنرد حقني، احنا كصناعيه بنرد حقني. ماشي. وعلى العموم ألف شكر للمهندسين كلهم، جميع المهندسين على مستوى العالم كلهم، ألف شكر ليهم إن هم علمونا حاجة بس. أكيد الناس كلها هتفهمها. مع ألف سلامة.